حياكم الله. حلقة جديدة في برنامجكم مع محمد صدقة. أكيد وصلتني آراءكم في الحلقات الماضية، وخصوصا أيضا في حلقة الكابتن مروان بصاص وفي حلقة الكابتن منصور النجعي. ناس كثيرة أعطتني تفاصيل رائعة جدا ودعمتونا، ونشكركم على هذا الدعم، وننتظر منكم المزيد أيضا من خلال حلقة اليوم اللي أنتم منتظرينها. أكيد حلقتنا اليوم مختلفة تماما، لكن قبل ما أقول مين ضيفنا اليوم في نجم بدون فلاتر أكيد في برنامج مع محمد صدقة، خليني أبدأ معاكم في تفاصيل حلقتنا. وقبل ما أروح في تفاصيل حلقتنا، خليني أبدأ معاك أنت وأنتي، لايك وشير وسبسكرايب، هذا في اليوتيوب. أما بالنسبة في تويتر، فرتويت لو سمحت عشان توصل لأكبر عدد على ما يقول المشاهدين. وإحنا ما ننكر فضلكم بعد الله سبحانه وتعالى في دعمكم في الحلقات الماضية اللي وصلت للعديد من المشاهدين في الحقيقة، واللي نشكركم عليه أنه أعطيتونا هذه الفرصة من وقتكم الثمين. خليني أقول أنه أيضا كل الشكر والتقدير لراعي البرنامج تطبيق جاهز، اللي في الحقيقة قاعد يقدم لنا تفاصيل كثيرة كل يوم على مستوى التطبيق، والدعم اللا محدود في المشاركات المجتمعية اللي في الحقيقة أصبحت دورها بارز كثير جدا من خلال تطبيق جاهز. القائمين على هذا التطبيق أمانة من سعوديين وسعوديات يشكرون على هذا الإبداع من خلال التطبيق الرائع السعودي 100%. دخلنا غرفة العمليات في واحدة من الحلقات لتطبيق جاهز، واللي شفنا فيها الصراحة تفاصيل جدا رائعة، وشفنا من خلالها عمل سعودي بحت يبحث عن مستقبل مشرق من خلال بعض الأعمال والتكنولوجيا. اليوم تطبيق جاهز يتربى على عرش الصدارة بين التطبيقات الخاصة في مسألة توصيل الطلبات، وأعتقد أنه اليوم تقدر تطلب، لو أنت تشاهد الحلقة الحين، وجبتك سواء غدا ولا عشاء ولا حتى فطور. ولا تنسى كمان تعزمنا معك، عشان احنا الصراحة على ما يقولوا في الحلقة دائما يجينا شوية جوع. خليني أبدأ معاكم وأروح معاكم لأوفر بصراحة. أوفر بصراحة، فقرتنا اللي من خلالها نختار بعض التفاصيل اللي ممكن نتناولها على مستوى الإعلام الرياضي. الإعلام الرياضي فيه أشياء مرة كثيرة، لكن الشغل اللي صاير اليومين هذه من بعض الإعلاميين في الدور الاتحادي الكبير اللي قاعد ينهض بعد سنوات من الغياب، قاعدين يقولوا يا بخت من كان جنبي وقت ما كنت أبكي، ولما بكيت وجيت أفرح لقيت لك أنت مالك مطرح. الأهلاوية طبعا أنا أقصد في الموضوع هذا، الاتحادية فرحانين هاليومين، وقعنا مع ليوناردو، وقعنا مش مع عارف مين، وقعنا جايبين المدرب الفلاني، والأهلاوية متخوفين جايبين هاسي من الرايد، وجايبين مش عارف ايش. يعني تغير الحال من المحال. ايش الأسباب؟ الأهلاوية يقول لك هناك أسباب لا تعلم ولا تعرفونها، هناك ناس تشتغل ما نعرف ايش، ولا السواليف هذه كلها، صح؟ ايوه صح، بس في حاجة واحدة انتم ناسينها في المشهد. هذه الإدارة الاتحادية اللي ظاهرة في الأستاذ أنمار حايلي، في الأستاذ أيضا كعكي، أحمد كعكي، أعتقد اشتغلت سنوات عشان يرجع ينهض الاتحاد. ما فكرت إنها تحقق بطولات، غير فكرت في الاستقرار. الأهلاويين من 2016 كانوا أبطال، هبط المستوى من 17 و 18 و19 عصفت بالفريق إلى 2021. الأسباب إيش؟ الأسباب إدارات تناوبت على الفريق، إدارات اشتغلت بشغل عشوائي، الناس كلها كانت تتكلم على هذا الإطار، ولكن المشكلة واحدة، هو أنه صوت الأنا في الأهلاوية هو اللي ذبحهم. الاتحادية كان عندهم صوت الأنا، وحدوا نفسهم واشتغلوا وحطوا نحن. حطوا نحن، مو عيب أنه الواحد في النهاية يعني على ما يقولوا يميل على جاره، يا جار سك تك 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 السلام عليكم. هل ننفع نكون نحن زي ما أنتم نحن الآن؟ ينفع. انتم كنتم متوحدين وجبتوها في 2016 3 بطولات من فم الأسد. تبغوا تجيبوا بطولات ثانية؟ ارجعوا نحن وسيبوا أنا. وأنا أقول لكم نروح فاصل.
بعد الفاصل رجعنا لكم واقول لكم حياكم الله في نجم بدون فلاتر. اليوم نجمنا رائع سطع نجمه بشكل غير عادي في عالم الفن. واحد لا دندن طرب، واحد لا قال كلمة فيها أجمل من العرب، واحد لا قال الله ما ابغى اسوي طبعا زي يعني على ما يقولوا في المواويل والشغلات هذه، لانه هذا مش بتاعي هذا، لانه هو له كاريزمته الخاصه. اليوم هذا الشخص طبعا انتم الحين يعني اكيد عرفتوا، يعني انا رايح لضيف يمشي على دورامي صولا الامور هذه اللي انا ما اعرفها. نعرف في النهايه كره في ال18 العب على الدائره شوت بلنتي بس ضيفنا اليوم ضيف كروي رياضي فنان رائع جميل، غنى للأندية وخص واحد من الأندية بس هو اللي راح عنده مع جمهوره. ليش ما أدري، اليوم حنكشف التفاصيل هذه. مين هو الفنان الرائع السعودي الجميل اللي في الحقيقة يجب أنه إحنا اليوم نوقف مع هذه الأسماء الشابة الواعدة اللي قاعدة تقدم نفسها على الساحة الفنية ومن مالها الحر في سبيل أن تقدم نفسها على الساحة كفنانين سعوديين في المجال العربي وخصوصا أيضا على مستوى الخليج. اليوم لو بغينا نقول إنه كيف الفنان يوصل زي ما إحنا نقول في برنامجنا كيف نوصل من دون قاعدة جماهيرية من دون دعم لن يصل. الفن رسالة وهم أهل الرسالة وقاعدين يأدوها على أكمل وجه. وللأمانة لما يكون في فنان راقي قاعد يقدم مستوى عالي في نفس الوقت حتى ظهوره الإعلامي كذا تحس إنه هو مرتب، ظهوره قليل ولكن ما رفض إنه يكون معانا في برنامج مع محمد صدقة، وأنا أتقدم له بالشكر الجزيل في هالحلقة. ضيفكم اليوم الفنان الجميل عبد العزيز الشريف. أهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك يا حبيبي محمد، وهلا في جميع المشاهدين والمتابعين، وشكرا على الاستضافة، ويا رب إن شاء الله أكون واحد خفيف كذا في برنامجك. يعني عبد العزيز أنت خفيف ولطيف من زمان وحتى ظهورك يعني على ما يقولوا، أنا أقول دائما قليل، تطلع دائما في البرامج سواء في قنوات تلفزيونية في كذا بس بقلة، بالرغم أنه أنا أعرف أنه تجيك دعوات كثيرة، ولكن أنت في النهاية تفضل عدم الظهور بشكل متكرر لأنه هذا يحرق الفنان كما ذكرت في بعض اللقاءات. سؤال اللي يطرح نفسه عبد العزيز، لو لم تكن فنانا ماذا كنت ستكون؟ كوظيفة؟ هواية. أنت الفن هواية؟ الفن هواية. أخذت وظيفة؟ الآن؟ أيوه. مصدر احترافية. احترافية طبعا. احترافية. ومصدر رزق. بس كان في البداية هواية؟ في البداية هواية طبعا قبل الدراسة وقبل كذا، بس بعدين بعد ما تخرجت صار يعني مصدر رزق وصار احترافية أكثر في المجال هذا. يعني حبيت إنه أكون محترف في المجال أكثر ما أكون هاوي وأظهر ظهور خفيف كذا. يعني أنت إيش شهادتك أصلا؟ أنا جامعة بكالوريوس. بكالوريوس إيش؟ علاقات عامة. أوبا، الراجل ده بيلعب في ملعبنا يا جدعان. طيب خليني أسألك عبد العزيز، بما أنك علاقات عامة، طب ما فكرت إنه تكون مثلا واحد من انفلونسر مثلا الموجودين في السوشيال ميديا؟ والله شوف، أنا يعني ما أخفيك إنه القسم هذا دخلته يعني صدفة. يعني دخلت القسم هذا شفته يمكن هو الموجود، ما كنت راغب فيه بصراحة. أنا كنت راغب في، يمكن أول مرة أقولها، في مجال الطب أو مجال التمريض عامة. كنت نفسي أصير ممرض، مو دكتور، ممرض. بس سبحان الله يعني المجال أخذني للإعلام والعلاقات العامة فتخرجت من القسم الحمد لله. بس أنت رجل علاقات عامة طبعا. أنا أعرف من أصدقاء كثير لك إنه أنت ما شاء الله تبارك الله من الناس اللي تطلع في السيارة حقتك يعني ممكن من 9 الصباح ترجع الساعة 1 في الليل طبعا. وأنت في الشارع باتصالات. والله أنا أيوة، يعني أنا صار أغلب وقتي يمكن اتصالات ويعني حكاوي مع ناس في الجوال. يعني صار هو الصديق. يعني ما شاء الله تبارك الله ما في إلا أكلم فلان وأرخي من فلان وأكلم فلان الثاني. فلا الحمد لله علاقاتي حلوة. يعني مستوى العلاقات عندي جميل يعني الحمد لله. ما أحب التخلف. ما تحب العزلة؟ لا ما أحب العزلة نهاية. لا، لازم الواحد يعزل نفسه فترة من فترة بس مش كثير يعني. جميل. طب عزلت نفسك في يوم من الأيام بسبب ضغوطات نفسية تعرضت لها؟ طبعا دائما. يعني هذه الفترة مخليها كذا زي فترة صفاء ذهن يعني على قولهم، إني لازم أعزل نفسي عشان
ارجع بحاجه جديده يعني. وخاصه احنا تعرف كيف مجال الفن يبغى له تفكير، يبغى له ضغط، يبغى له في له هدك يعني. فلازم الواحد يعزل نفسه ويفكر ايش يقدم للناس، وهذا هو اكثر يمكن شيء يتعب الفنان ويتعب المغني يعني، انه التفكير الزايد. احنا بنفكر ايش بنسوي، بفكر ايش بقدم للناس الفتره الجايه، ممكن اخطط الفتره ولازم اخطط قدام كمان يعني، يمكن قدام كم شهر لازم اخطط انا ايش اقدم قدام 8 شهور يعني. فهذه ممكن هدك بالنسبه لنا يعني. تعرضت لتنمر في يوم من الايام خلاك كذا تنسحب شويه من الوسط الفني؟ لا الحمد لله نهائيا. ما حد جاء قال لك الله انت غنيت اغنيه ما حلوه صوتك مش عارف ايش؟ احنا ترى يعني احنا في الاعلام ناكل زي كذا. انتقادات، الانتقادات بالعكس انا هذا تزيدني اني انا اقدم للناس اشياء جديده يعني. يعني ممكن بعض الاغاني اللي نزلتها ممكن الناس انتقدوني في الكلمه ولا الافيه اللي في الاغنيه، بس بالعكس انا اتقبل جميع الاراء، كان سلبيه ولا كانت ايجابيه كلهم على راسي. والسلبيه بتعدلني، بتخليني اعدل واعيد تفكيري، والايجابيه بتدعمني وتخليني امشي قدام يعني. لعبت كوره؟ بصراحه العب كوره بس يعني مو لاعب يعني. ما تنصح بالتعاقد معه؟ لا مره ابعد عنه مره نهائيا. مره في اي مركز؟ اي مركز مره. طب في اي مركز انت لعبت؟ انا هجوم راس حرب. مهاجم؟ جينا كره شوت على بس خلاص يفضل ما يكون في حارس. جميل. عبد العزيز خليني اسالك، بما انك انت يعني بالنسبه لك الكوره زي مثلا ثقافتي انا في الصيني، خليني اسالك عن عبد العزيز، الاغنيه اللي ضربت في سماء جماهير الهلال. الله. هذه الاغنيه كانت لها شنه ورنه. هلالي؟ انا هلالي صراحه. هلالي؟ مع هلالي عشان شعبية الهلال ولا هلالي عشان انا اتابع الهلال؟ انا اتابع الهلال من وانا صغير يعني. كان اخويا والوالد عندهم البيت هلالي. البيت هلالي. فصرت هلالي، ومع انه اصحابي كلعيبه كلهم اتحاديه واهلاويه، وقليل جدا هلاليين يعني. انا الهلال يمكن ما اعرف الا 3 هم اصحابي يعني، 3 لعيبه بدون ذكر اسامي. الباقيين كلهم من الاهلي والاتحاد والوحده يعني، هم اصحابي والاكثر يعني. اهلي واتحاد وحده. اي. هلاليه قلال. هلال يمكن 3 أو 4 تقريبا هم الاصحاب يعني. متعصب؟ هلالي؟ لا مو مره، بس يعني ازعل يعني اذا الهلال ما قدم مستوى يعني يليق فيه انه اسم كبير، فازعل بصراحه. بس اني بالعكس اتمنى الخير للهلال والاتحاد والاهلي يعني. برضه انا ولد الغربيه، فلازم في انتماء للانديه الاهلي والاتحاد. بس كانك يعني ذكرت الاهلي والاتحاد والهلال وما ذكرت النصر. هل هذا بحده التنافس؟ لا بالعكس، النصر يعني انا حبيته لمحبه شخص فيه يعني. تبغى تذكر اسمه؟ لا ما ودك تذكر اسمه. اوكي. شخص عزيز علي يحب نادي النصر، فحببني فيه والله. فصرت كل ما يفوز النصر ويكون عنده مباراه لازم اهنيه هو شخصيا يعني. غريبه، هلالي يحب نصراوي، هذه ترى هذه نادرة يا جماعه. المحبه تشيل التعصب كامل يعني. جميل. لو ابغى اطلب منك اليوم نسمع اغنيه الهلال وتغني لنا اياها. لا بالعكس، يلا نسمع. يا هلالي يا هلال، يا هلالي يا هلال، لك الزعامة يا زعيم، ولك الزعامة يا زعيم، ما جبتها من فراغ، من يومك تضرب في الصميم، والكل يعمل لك حساب، والكل يعمل لك حساب، لك الزعامة يا زعيم. الله 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 الله. يعني ولك الزعامة يا زعيم. لا له الزعامة من يومه. الهلال متربع ولا يهون الباقين طبعا. لو طلب منك في يوم من الأيام أنك تغني لنادي النصر راح تغني؟ والله أغني. لا بالعكس، إنه ممكن قريب جدا يعني يكون في عمل النصر. عمل نصراوي؟ طبعا، من الشخص هذا اللي يعني عاشق للنادي. طب هذا ما يضرب لك السوق في يوم من الأيام الهلالية ما عاد يطلبوك ثاني؟ لا شوف، هي أنا ما أحسبها كذا بصراحة. أنا أحسبها إنه أنا في النهاية فنان، بغض النظر عن التعصب الرياضي أو ميولي الرياضية. أنا فنان أقدم حاجة فنية، ولكل على قولهم لكل ناس مقام من مقال. طبعا. خليني أسألك عبد العزيز، في أحد الأصدقاء كان بالنسبة لك يعني علامة استفهام عليه،
اتضح انه هذا واحد في يوم من الايام وضع عليه علامه استفهام بصداقتي الطويله معه كانت لها تاثير سلبي مش ايجابي في حياتك. طبعا في اشخاص ولا في شخص واحد؟ لا في اشخاص كثير، بس في شخص واحد من بينهم كذا يكون مميز في الموضوع هذا. والله كثير حطيت عليهم علامة استفهام، بس يعني ما نعرف ايش اقول. يعني كثير في حياتي حطيت عليهم، خاصة بعد يعني بعد ما اخذت التجربة الفنية يعني والاحتراف، فلقيت ناس كثير يعني كذا علامة استفهام، ما نعرف ايش اقول. لقيت علامه استفهام من اي ناحيه؟ ناحية الصداقة والأخوة وال تغيرت للسلب ولا طبعاً للايجاب؟ السلبية طبعا. سلبيه؟ أيوة عشان صرت فنان؟ طبعا. معقول؟ ايوه يعني انت محمد، يعني كثير من الناس بتحسبك انك انت خلاص، او نجحت لك اغنيه او انشهرت او جاك جمهور، حسبك بتغير عليهم. انا ما بتغير، بس فعليا انا بتجي علي فتره بعزل نفسي. تزيد اهتماماتي. ايوه يعني اهتمامات كل يوم بيزيد عندي شيء، يعني بهتم لحاجه معينه، وعندي شغل هنا وعندي سفريات، فلازم اكون مقصر معاهم. وانا اعترف بالشيء هذا، يعني انا مقصر مع اصحابي واصدقائي، بس ما يمنع اني انا يعني تظل انك انت صاحبي واخوي وعزيز علي، ما تتغير علي يعني. حتى لو انت تغيرت ما تبغى يتغير عليك. انا ما اتغير الا يعني انا ما اتغير للأسوأ يعني، بالعكس انا المفروض واحد يقدرني، يعني يقدرني انه هذا الشخص مشغول وعنده سفريات وعنده امور وعنده كذا، عنده بزنس. التمس العذر، يعني التمس لاخيك العذر. ما نعرف 70 التمس اخيك المسلم 70 عذرا. طبعا صح؟ طبعا. طيب لما اجي اقول انا الان، يعني انت توجه له رساله اليوم، هذا الشخص ايش تقول له؟ والله انا عندي يعني يمكن عندي تفكير او عندي قاعده اني اللي باع يعني، ما صراحه ما يعني خلاص اللي انتهيت. عبد العزيز جيعان مره والله اطلب لك عشاء في مطاعم كثير. بس ايش والله شوف انا صراحه ودي في كبسه وكذا. خذ اطلب من جاهز زي ما تبغى. ايش رايك؟ توصيلكم 9 ريال. حلو. توصيل ب9 ريال. جميل. اطلب لي معاك ولا تزرفني؟ لا بطلب لك. والله شكلها تزرفني. لا بطلب لك. والله بطلب. بس تاكل على ذوقي. ها؟ على ذوقك. خلاص. بس بعد ما تخلص الاوردر اهم شيء اعطيني. خلاص. بس رز وكذا وهذا. ايوه. انا هذا جوي الان المود يطلب كذا. بعد القهوه. ايوه طلب. وبعد كلام فيصل. طبعا. المود طلب كذا بصراحه. طب بعد ما تطلب اهم شيء انك تنزل التطبيق عندك، وبعد كده تعشيني عندك بجاهز. انا تطبيق نازل اوريدي. عندك جاهز؟ جاهز. اي والله. شكرا. عفوا يا حبيبي. انا جاهز كمان. وانا جاهز. نطلع بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل والكبسة اللي طلبها عبد العزيز. أقول لكم يا أهلا وسهلا فيكم، وأكيد عشان إن شاء الله بإذن الله فاخر اليوم. طبعا عبد العزيز عزمنا في وسط الاستوديو، قال والله ما فيه إلا أنا أطلب لكم أوردر مرة سريع. مرة تخيلوا يا جماعة إلى الحين ما شاء الله تبارك الله مقفل يمكن فوق 85 أوردر من تطبيق جاهز. أنا يوميا. والله انت مفترض تكون عميل في اي بي. بعض الاحيان اطلب حلا، يعني تصمم كذا في راسي اطلب حلا ومن جاهز، ما في الا جاهز. والله مستمتع في التطبيق جدا والله. ما عليك ملاحظات؟ مره ما علي ما شاء الله، يعني بالعكس وفر علي كثير. ترى هو راعي رسمي لنادي الهلال. والله ونعم. شوف والله ونعم. جايك كذا سبيشل صار. كذا سبيشل كذا مره حبيت. ايوه. وراعي رسمي في البرنامج عندنا. حلو جميل. كذا اكثر. شوف الاوردر اليوم كان على حسابك، الاوردر الجاي على حسابنا. خلاص تمام. وانا اوعدك انه جاهز كمان حيقدم لنا حاجه حلوه ان شاء الله باذن الله. خليني ارجع معك عبد العزيز في حديثنا.
وانت وعدتني بعد الفاصل حسمع اغنيه حلوه منك. يلا في اغنيه انت حابها اللي هي اكثر من الحب. الله. يلا يا جماعه الاغنيه هذه اتصلت على عبد العزيز قبل يمكن حوالي، هي تقريبا انت قبل شهرين نزلتها او تقريبا شهر ونص تقريبا. اتصلت عليه قبل يمكن حوالي اسبوعين. اول ما اتصلت عليه هلا حبيبي كيف حالك شو اخبارك؟ قلت له والله العظيم اتصل عليك اسمع صوتك على ما يقولوا الطربي هذا اللي ممتعني هنا في الراديو، وابغى اسمعه على الطبيعه، ابغاك تعيشني نفس الاحساس. فتخيلوا قاعد اسمع الاغنيه وهو يغنيها في اذني واسمعها في الراديو الاثنين مع بعض. طبعا اكثر من كذا ما شفت، استغلال اكثر من كذا ما شفت. الله يكرمك عبد العزيز، اليوم نبغى نسمعها الجمهور واكيد سمعوها هم كمان في اليوتيوب. طبعا هي اكثر من الحب، كلمات والحان تركي الشريف، ويعني الحمد لله الاغنيه انتشرت وحازت رضا كثير من جدا الحمد لله. جميله. تسمح لي وانت تغنيها كمان صورها معك في السناب؟ يلا عشان تعرف متابعيني في السناب برضو على ما يقول لازم يعيشون. يلا. واكثر من الحب شايل لك القلب، كانك تحبني فانا احبك ضعاف، اتحدى في قبلي حبك احد مثلي، دمي هويتك تطمن ما علينا خلاف، تكوم دخل حضاني تكوم، امانك ها هنا وللغير حرام، احب غيرك معاذ الله معاذا، واكثر من الحب شايل لك القلب، كانك تحبني فانا احبك ضعاف. والله يا عبد العزيز احبك اضعاف 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 اضعاف. يا حبيبي عبد العزيز، هالاغنيه لها قصه معك؟ والله بالعكس، يعني شوف الاغنيه هذه يعني من الاغاني اللي انا غنيتها وانا حابها. يعني اول ما سمعني تركي قال لي ايش رايك في التيم اللحنيه والكلام هذا؟ قلت له عندي ابغاها بصراحه. فما توقعت انها تطلع يعني انت لما تجي، انا لما اجي اسوي اغنيه في كذا خطوه، يعني في كلمات، في لحن، في توزيع، في كذا خطوه يعني. فسبحان الله طلعت يعني خفيفه، والكل لاحظ الخفه اللي فيها، يعني خفيفه لحنيا وكلاميا وتوزيع موسيقي. فالاغنيه خفيفه وعجبت كثير يعني، فاهم؟ وحقت اهداء وحقت دلاء وحقت جدا شيء حلو، يعني حاجه كذا على ما يقولوا فيها العواطف تتحرك. طبعا الحمد لله. صحيح الحمد لله. نقول قريب ممكن تهدي الاغنيه هذه لشخص معين ان شاء الله، انسانه ان شاء الله باذن قريب باذن الله. يقال انه في عمل جديد راح يكون في حياه عبد العزيز، قصه ارتباط زواج. والله ان شاء الله يا رب، يعني الزواج لازم، الخطوه هذه لازم نخطوها يعني، بس ان شاء الله ربك ييسرها، والفتره الجايه ان شاء الله حتسمع اخبار حلوه باذن الله. الله يبارك لك يا رب. يا رب يا رب اجمعين. عبد العزيز، اليوم ابغى اسالك نقطه تحول كانت بالنسبه لك في حياتك. ممكن يعني كعمل؟ لا، بحياه عبد العزيز غيرت منه اشياء كثيره. والله اللحظه هذه كانت لحظه فاصله لعبد العزيز. ما دام ضحكت معناته في، والله شوف في اشياء كثيره هي اللي يعني ممكن غيرت فينا اشياء كثيره يعني، بس من الناحيه الفنيه يعني هي اغنيه ممكن غيرت مساري كامل. بعد البرنامج انا كنت في برنامج ربايدل، وتعرف الواحد اول ما يخرج البرنامج يكون لسه في بدايته يعني، لازم الواحد يتعب شويه. فغنيت الاغنيه هذه سبحان الله يعني، مع اني سويت قبلها اغاني ومكانك سر، فسويت الاغنيه هذه اللي هي اغنيه هيا تعال. هذه على كانت في كلمه ناصر الشمراني. ايوه. فسبحان الله بعدها يعني، وسويتها في وقت يمكن كان شويه سيء، الوقت كان نهايه شعبان يعني، باقي شهر ورمضان يجي، يعني في رمضان مستحيل احد يسمع الفتره هذه. فسبحان الله انتشرت انتشار، يعني انا كنت اروح اماكن ما كان احد يعرفني، فسبحان الله صرت اروح نفس الاماكن والناس تصور معايا. فهي هذا ممكن نقطه تحول صارت في حياتي يعني، هذه الاغنيه وهذا الوقت كان بالضبط يعني. الشهره شيء صعب؟
ولا شيء حلو؟ جدا حلو ومو حلو. يعني حلو انك انت تشوف الناس، محبة الناس، وتشوف الناس تتصور معاك وتحبك وتساعدك وتخدمك. مو حلو انك انت ما بتاخذ راحتك، ما بتطلع اي وقت، مقيد، ما بتلبس اي لبس، لازم تكون مرتب، شكلك مرتب، تحلق باستمرار. يعني في اشياء كثيره تفاصيل متعبه. والناس كمان لها نظره ثانيه. يعني يعني ما انا نفسي ما اقدر اخرج مع اهلي للدرجه هذه يعني. لانه كذا موقف فخلاص يعني وقفت الموضوع. وانت مع الاهل طبعا. فحلو ومو حلو صراحه يعني. شخص بالنسبه لك من اعز اصدقائك اليوم تبغى توصل له رساله ما قد قلت له اياها من زمان، نفسك تقول له اياها بالاسم حتذكره؟ ايوه. لا خليها بدون اسامي. لا، شخص عزيز عليك مستحيل انك ما تفتخر فيه. لا افتخر اكيد. انا لو جيت اليوم تقول لي والله شخص عزيز عليك، اقول لك عبد العزيز، وابغى اوصل له رساله حبوح له بالحب بالمعزه باشياء كثيره، بس حوصل له اليوم رساله ايجابيه. ليش تخفي اسمه؟ بالعكس هم اثنين ممكن. قول. ايوه ان شاء الله 10 انت حر. صديق لي واخوي اسمه عبد الله، بقول له نفس الكلام اللي نفس الكلام اللي اقوله لصاحبي الثاني اسامه. انا واقف معاكم في ظهركم، وان شاء الله لا تشيلوا اي هم. ابو شرف واقف معاكم على قولهم. ابو شرف واقف معاكم. هذه رساله هذه ما قد قلتها يعني. ما قد قلتها. هم في موقف صعب. طبعا موقف صعب، وصعب تلاقي تشوف ناس قريبين منك يعني في عز المواقف، في عز الازمات وكذا ما توقف. تعرضت لموقف زي كذا في يوم من الايام وناس بعدت عنك، تخلت عنك؟ لا الحمد لله. انا حريص شويه خاصه في حياتي يعني. قراراتي حريص فيها وشويه دقيق فيها. فالحمد لله ما قد تعرضت للاشياء كذا. ما قد تعرض. ان شاء الله يا رب ما نتعرض للاشياء كذا حرجه وما نحتاج الا ان شاء الله اللي خالقنا ان شاء الله. عبد العزيز، الدعم اللي قاعد يصير على مستوى الفنانين طبعا. انت اليوم بتشتغل من جيبك الخاص. انا من يوم ما بدأت وانا شغال من جيبك الخاص. من جيبي صح. كل هذا العمل اللي بتقدمه او الاعمال اللي قاعد تقدمها من جيبك الخاص. مكلف والله. انت عارف الفن مكلف، الفن جدا مكلف يعني. الناس هي بتسمع 3 أغاني او دقيقتين في اليوتيوب. الدقيقتين هذه بتكلف مبالغ مره كبيره يعني. الناس ما بتدقق في التفاصيل، لا في الكلمات. الشاعر بياخذ مبلغ، والملحن بياخذ مبلغ، والموزع الموسيقي بياخذ مبلغ، والمهندس الصوت بياخذ مبلغ. بعد كذا بتيجي مرحله الفيديو، فهي مراحل. فانت يعني تنتج انتاج خاص، انتاج شخصي. فكل انسان له قدره يعني. يمكن انا اقدر انتج، غيري ما اقدر ينتج يعني. فانا يعني بصراحه يعني شايف الان يعني ما شاء الله تبارك الله الدعم في السعوديه بشكل عام، ودعم مع المستشار تركي الشيخ، دعم الشباب. فان شاء الله يا رب ينالنا يعني جزء بسيط من الدعم هذا ان شاء الله. واحنا يعني واقفين يعني مهما نسوي مهما نفعل، فاحنا عيال البلد واولى في كل حاجه، ودعمنا وحياتنا وفننا كله للبلد هذه. اكيد ابو ناصر ان شاء الله باذن الله ما هو مقصر مع الجميع. أكيد وهو واحد من الناس اللي يهتم بالفن والفنانين وجوانب كثيره، واكيد ان شاء الله باذن الله انك انت واحد من الناس اللي تجد هذا الاهتمام باذن واحد احد يا رب ان شاء الله. طيب خلينا طبعا نختم مع بعض باغنيه من اعمالك القادمه. هذا حصري عندنا في البرنامج. ان شاء الله. شو عبد العزيز كان من اخر كرم اليوم. في عمل ان شاء الله باذن الله يا محمد حينزل قريب جدا. ممتاز. كلمات برضو تركي الشريف والحان تركي الشريف. ان شاء الله حينزل قريب باذن الله. باذن الله يا رب ان شاء الله. مكتفي بك بس ما اكتفي منك، ابي زيادة دخيلك خلني في حضنك. منو يحبك وما يطمع من الجنة ما حد يطلع، وانا جنة عيونك. منو يندك وسط قلبي يا مستحوذ على حبي، تعوذ واطرد ظنونك. مكتفي بك بس ما اكتفي منك، ابي زيادة
دخيلك خلنا بحضنك. الله عبد العزيز، انا خليني اقول لك شكرا، يعطيك الف عافيه، وكل اللي موجودين معنا اليوم يصفقون لك على ما يقول التيم كله. احنا سعداء جدا. واعذرونا على القصور، وان شاء الله يا رب تطلع حلقه والناس تعجبهم ان شاء الله. انت دائما جميل في حلقاتك يا حبيبي. وفي اطلالتك على ما يقولوا الاعلاميه. بعد قلبي الله. عبد العزيز، هذه في برنامج مع محمد صدقه ما هي الاولى ولا هي الاخيره. يا رب ان شاء الله باذن الله. صحيح، اكيد ان شاء الله باذن الله، انه حتى كمان على ما يقولوا في حلقات قادمه ومواسم قادمه حتكون معنا. يا رب ان شاء الله باذن الله. الجديد دائما تخصنا فيه. اتشرف بعيوني يا حبيبي. سعداء جدا يا بتواجدك حبيبي، معنا. وانا اسعد يا حبيبي. اليوم مثل ما شفتوا معانا الفنان السعودي الجميل الشاب عبد العزيز الشريف. عبد العزيز اليوم سمعت الصوت الجميل اللي كأنه يقول أنا قادم من فوق الشجرة كالكناري أغرد، ولكن ليصل صوتي فأحتاجكم معي كالهواء الذي يدفعني. فهل من دافع؟ الجواب عندكم. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم على خير.